جدا حسام البدري اللي بدأ مشواره مع الاهلي مع عمرو ابو المجد ومع فتحي نصير. حقق الدوري السوداني، راح محطات كتيره وحقق فيها القاب، وبيجي للولايه الثالثه مع النادي الاهلي كمدير فني. ركنيه على طول خطيره ممتازه، جول اول الاهلي، جول اول. هو بقول لك هيجيب جول. الله 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 يا حجازي، حجازي وعمرو جمال وحمودي، والفرحه الاولى والهدف الاول بالنسبه للاهلي عن طريق نيستا العظيم، عن طريق حجازي. والله كم انت كبير يا حجازي، رأسيه ممتازه. بقول لك حجازي وسعد سمير مخليني مطمن شويه، مطمئن شويه، واثق شويه، متحفز شويه. كنت قلقان لفترات كثيره، لكن قوه الاهلي من دول، قوه الاهلي من هذا الجمهور العظيم، وقوه الاهلي وروعه الاهلي من عبقريه المدافع حجازي. بص شوف الاهلي وروعته، بص الرأسيه وادي العرضيه الجميله، تسجل اول اهداف اللقاء، اول خطأ في التمركز الدفاعي بالنسبه لبيدفست، واول تمركز هجومي ممتاز بروح وجرينتا وقتال بالنسبه للنادي الاهلي في مرمى البيدفست الجنوب افريقي. التاريخ دايما يقول الاهلي عنده علو كعب، عنده ارقام وعنده معطيات. دايما التاريخ لا يكذب، لا في قاهره المعز ولا في جوهانسبرغ، ولو حتى طائره الاهلي وصلت الى الهولولولو بعد استراليا بكثير. رأسيه موجوده عن طريق حسام غالي الفنان، اللي كان عندي احساس ان ممكن حسام البدري يلعب في اللعيبه بتاعت نص الملعب وما يفكرش في مؤمن زكريا، لكن هو فكر في مؤمن زكريا ودفع بحمودي كبديل اول بالنسبه للقلعه الحمراء. والاهلي الان بعد 57 دقيقه يمارس هوايته في مشواره التاريخي امام الانديه الجنوب افريقيه. والله كم انت كبير يا اهلي. يظهر هلاله في الهاف تايم الثاني، برغم ان الاداء في الشوط الاول ما كانش مقنع شويه، ولازم اللي بيحب النادي الاهلي دايما يقول له الصراحه في وشه، لازم يقول له الصراحه في وشه، ما ينفعش تجامله وهو في اداء، في بعض المشاكل في الاداء. عشان تصلح اي حاجه في الدنيا ابعد